السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي، ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصي بقى، ولا تقولي لي العبد ولا تقولي لي اتوال، طريقه ست الكل احلى من كل ده وتحدي. صدقيني لو جربتيه بالطريقه دي هيعجبك. ست الكل بقى هي اللي هتعمل معانا الكحك المره دي. تعالوا نشوف عاملاه ازاي. يلا يا ماما اتفضلي. السلام عليكم، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الطريقه دي والله يا جماعه هتبقوا استاذه فيها. جربيه وعلى ضمانتي. اول حاجه معانا هنا كيلو دقيق، هحط عليهم 3 معالق سمسم. السمسم ده انا منقياه ومحمصاه. هنا حطينا السمسم، هنقلبه كده ونحط معلقه حلوه كده، معلقه صغيره بيكنج باودر. هنا خميره، واحط هنا كيس معلقه خميره، معلقه كبيره خميره. يلا. هنا احنا هنحط للكيلو 550 جرام سمنه. دي الكوبايه التانيه، افصلي ودنها تاني، يعني زياده شويه عن النص. مقدار السمنه ده 550 جرام. لو عايزاه ناعم قوي يبقى 600 جرام، عايزاها يعني ناشف شويه تبقى 500 جرام. انا خليته مظبوط يبقى 550 جرام. يلا. بعد كده هنقلب السمنه. بس كده هنبسها كويس جدا بايدينا. يلا. بصي يا حبايبي، انا فضلت ابس فيها كده لحد ما بصوا بقت عامله ازاي. بقت ناعمه جدا. نفضل نبس فيها كده كويس. معلش هتاخد معاكم وقت شويه، بس لازم توصلوا للنتيجه دي. بصي يا حبايبي، في نفس الكوبايه اللي عيرت بيها السمنه، انا عندي هنا معلقتين سكر. هحطهم هنا كده وافضي عليهم الميه. كيلو دقيق بياخد كوبايه ميه، ميه دافيه. ميه دافيه. هندوب بقى السكر كويس. انا هنا بس مش هحط كوبايه الميه كلها مره واحده، عشان كل دقيق بيختلف عن التاني. فانا هحط شويه بشويه كده وهعجن. وبعدين في الاخر هقول لكم هي خدت قد ايه. اما اجي اعجن هعمل كده عشان العجينه ما تتبس مني. احنا كده عجناها، هي خلصناها. بصوا يا جماعه، لمت والطبق بقى نضيف. اخدت منك قد ايه ميه يا ماما؟ خدت ايه؟ خدت معلقه، كوبايه من دي ومعلقتين. لان وكوبايتين خلي كمان. بالكم يا جماعه، الكوبايه دي 200 مللي، مش اللي هي الربع. لا دي 200 مللي، يعني مش اللي هي بتاخد ربع لتر. اخدت كوبايه كامله يا كوبايه ماما. كامله من وايه دي معلقتين ومعلقتين تاني. تمام. بصوا وريهم بقى العجينه العجينه بقت كده. عامله ازاي. ما شاء الله. بقت تسلم ايدك جميله. يعني. بصوا، اما تلاقوا العجينه ما بتشققش كده يبقى كده مظبوطه معاكي. هنا كده هسيب العجينه ترتاح شويه، وهجهز الحشوه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، اللي هو الاختراع بتاعنا، محدش عملها قبل كده. هنغطيها ونسيبها ترتاح شويه. رجعنا بقى للملبن، الحشوه بتاعته. انا عندي هنا نص كيلو ملبن للكيلو دي. ممكن ياخد اكتر وممكن ياخد اقل، حسب الحشوه بتاعتك وحسب الحجم اللي انت هتحطيه. احط عليه هنا معلقتين سمنه بلدي، بيدوها طعم حلو جدا. ابدأي بقى يا ماما. هنعجنها بقى كده كويس بالسمنه. لما بتحط عليها السمنه البلدي بتخلي الحشوه الملبن يبقى سايح معاكي في العجينه، يبقى العجينه كلها ملبن. نعملها كده كويس. ومعايا هنا بقى التركية اللي انا قلت لكم عليها، اللون الاحمر. شفتوا بقى؟ تحشوا الملبن بتاعكم، تحشوا الكحك بتاعكم بملبن احمر.
عمركم شفتوها عند حد قبل كده؟ انا ارجعها. هبدأ هتقلبي بس يا ماما هنقلبه كويس كده. وترجعي لنا تاني. بصي يا حبايبي، بصي اللون بقى عامل ازاي. ده بقى اللي انا بقول لك عليه. انت عايزه بقى تحطي سمسم ماشي، عايزه تحطي مكسرات، عايزه تحطي جوز هند، الحاجه اللي تريحك. يلا. وممكن برضو تلونيها باي لون تاني، بس انا كان عندي اللون الاحمر، انا حبيت ان انا اعملها باللون الاحمر. عايزه تعمليها انت اي لون تاني ماشي. بس هكمل الكميه وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. بصوا النص كيلو قطع معايا قد ايه، الكميه دي وكميه تانية. كده احنا خلصنا كل الكميه. هرجع لكم تاني واحنا بنشتغل بقى بالعجينه. بعد كده يا حبايبي هجيب العجينه واطريها في ايديا كده، لو لقيتيها قاسيه شويه طريها زي انا ما بعمل كده، تروح في ايدك زي الملبن. بصي هناخد حته صغيره كده نحط فيها الملبن اهو. اهي. هنجيب شكل تاني كده، ده شكل تاني. اعملي اللي هو ماشي، بعد ده بقى اعملي. هنعمل 3 كده، 3 بالطول و3 بالعرض اهو، 3 بالعرض. واضحه معاكم كده؟ ماشي في شكل تاني برضو كده اهو. هوريكم كذا شكل، والشكل اللي يعجبكم اعملوه. كده. ده هو كده بس بالطول وبالعرض. نعمل 3 الجنب ده، ده كله النص بالطول كده، وده هنعمله كده بالعرض. يا رب يكون واضح معاكم. هوريكم شكل بقى ده من اختراعي انا. هتبقى شكل الوردة. هنعمل كده ونشد بحرف المنقاش كده، نعملها كده ونشدها. هتبقى الشدة طبعا بالراحة يا ماما، صح؟ الشدة بالراحة كده. عشان ما تتقطعش مننا. تبقى شدة بالراحة كده. بعد كده هنعملها من الجناب بقى كده. عشان تبقى زي الوردة المفتحة. بصوا يا حبايبي، هنعمل شكل تاني هنا اهو. هيبقى كل الخطوط بالطول. زي ما انتوا شايفين كده، كل الخطوط بالطول. ايه رايكم في الشكل الجميل ده؟ هكمل انا بقى كل الكميه عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. بس احنا كده خلصنا الحمد لله. هسويهم بقى وهرجع لكم تاني. شفتوا ما شاء الله الكيلو قطع معايا قد ايه؟ بصي ما شاء الله يا ماما. شفتوا ما شاء الله قد ايه؟ الكيلو طلع مقطع معانا 3 صواني. بس هو ده احنا عملناه صغير شويه، يعني حاجه شيك كده صغنونه. هنسويه بقى يا ماما. هنسويه وهنرجع لكم ونرجع لكم تاني. يا ريت بقى اللي يجرب الطريقة دي يكتب لي في الكومنتات ويقول ايه رأيه بصراحة.
ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصلك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله.